واش سبق ليك تحطيتي في موقف معين أو في مشكلة معينة وتصرفتي بطريقة ما كنتيش راضي عليها، بحال مثلا أنك تعصبتي، هربتي من المواجهة، أو يمكن خليتي الناس يديروا فيك ما بغاو بهذا المعنى، وبالتالي حسيتي بالإهانة والحقرة أو أنك إنسان غير محبوب. من بعد سولتي راسك علاش أصلا أنا تصرفت بهذه الطريقة. بمجرد أنك طرحتي هذا السؤال فهنا كتبين أن هذا التصرف ما كيشبهش ليك، وهنا كتولي كتدخل في واحد الصراع نفسي مع ذاتك. أو ربما أنك كتلاحظ باللي نفس المشاكل ونفس الصعوبات كيعاودوا يبانوا ويعاودوا يتكرروا في حياتك، وفي كل مرة كيتعاود نفس السيناريو كتعيش نفس المشاعر المؤلمة. بحال مثلا كتلقى راسك دائما كتدخل في علاقات سامة، كتقول هذه المرة الأخيرة اللي نحط راسي فيها في هذا الموقف. ولكن التطبيق ماشي بهذه السهولة. هنا كتحس بحال إلا راك عالق في واحد النمط كيتكرر بزز منك، واخا كدير واحد المجهود كبير باش تقاوم أو تتجنب هذا النمط، ولكن بدون جدوى ما كتحصلش على النتيجة اللي بغيتيها. هنا كنقول لك أن السبب ممكن أنه يكون هو جرح أو جروح الطفولة ديالك، أو ما يسمى كذلك بجروح الطفل الداخلي. مرحبا بك في قناة بسيكوليك، وفي أول فيديو من هذه السلسلة اللي غادي نهضروا فيها على جروح الطفل الداخلي. في أول فيديو من هذه السلسلة غادي نفسر ليك شنو المقصود بجروح الطفولة أو جروح الطفل الداخلي. في الفيديو الثاني غادي نعرفوا ما معنى القناع المرتبط بالجرح. في الفيديو الثالث غادي يكون الموضوع هو الجسد المادي وكيفاش جروح الطفولة كينعكسوا على الجسد ديالنا. أما في الفيديو الرابع فغادي نفهموا دور الوالدين في تكوين هذه الجروح. أما في الفيديوهات الموالية من هذه السلسلة فغادي نشرح لك كل جرح من بين الجروح الخمس على حدة، وغادي نعرفوا شنو هو القناع المرتبط بكل جرح، زائد وأهم حاجة هي كيفاش يتم التشافي من هذه الجروح. لذلك ما تنساش تتبع القناة باش يوصلك إشعار في كل مرة كنحط فيديو جديد من هذه السلسلة، واللي أنا متأكدة أنها غادي تختصر عليك وقت طويل من البحث ومن محاولة الفهم. أول نقطة كنبغي نشير ليها هي أننا كلنا كبشر عندنا على الأقل جرح من بين هذه الجروح، وكاين كذلك اللي عنده عدة جروح ولكن بدرجات متفاوتة. والناس كينقسموا لمجموعتين. المجموعة الأولى هما ناس اللي واعيين بالجروح اللي عندهم، وكتلقاهم كيحاولوا يا إما يخبيوهم على الناس بطريقة واعية خوفا من الأحكام، أو أنهم على الأقل كيحاولوا يتشافوا من هاد الجروح. أما المجموعة الثانية وهي اللي طاغية كتضم الناس كتلقاوهم ما واعيينش بتاتا بجروحهم واللي كيحاولوا يخبيوهم، ولكن هنا الاختلاف أنهم كيخبيوهم بطريقة غير واعية لأنهم بكل بساطة أصلا ما واعيينش أنهم عندهم جروح. هاد الجروح كيبداو منذ سن الطفولة، والأشخاص اللي مازال ما تشافوش منهم كتلقاهم كيحاولوا بكل الطرق أنهم يخبيوهم أو ينساوهم باش ما يبقاوش يتألموا بسبب المشاعر اللي كيحسوا بها في كل موقف كيتحطوا فيه واللي كيفيق داك الجرح. يمكن أنه مهمة من بين المهمات اللي جيتي على قبلها الحياة هي أنك تشافي هذا الجرح وتحرر الروح ديالك منه، يا إما تنجح في هذا الاختبار أو أنك ما تنجحش. هادشي علاش كنصادفوا ناس بزاف وصلوا لسن الشيخوخة
ومازال ما قدروش يتشافوا من الجروح ديالهم، بل وأنهم مازال ما قدروش حتى أنهم يتعرفوا على الجروح ديالهم. ولكن بما أنك جيتي تسمع لهذا البودكاست، فهذا يعني أنك درتي أول خطوة باش تتعرف على ذاتك وتنتقل لمرحلة جديدة في حياتك عنوانها الوعي وتطوير الذات. بطبيعة الحال غادي نتطرق لتفاصيل أكثر وغادي نشرح لك كل جرح من هاد الجروح بوحدو، ولكن الفكرة اللي بغيت نوصل لك هنا هي أنه كلنا عندنا جروح وما كاينش إنسان كامل ومثالي. داكشي علاش ما خصناش نحشمو أنه نقولوا أنه عندنا جروح وأننا كنخدموا عليها باش نتشافاو منها. عادي جدا. ملي كنقولوا انه عندنا جرح، هادشي ما كيعنيش انه التربيه ديالنا ما كانتش في المستوى المطلوب، او ان والدينا تعداو علينا، او اننا ناس معقدين. لا، بالعكس، هادشي كيعني اننا وصلنا لواحد الدرجه من الوعي اللي كتخلينا كنقولوا انا عندي الجرح الفلان الفلاني، وانايا جيت لهاد الحياة باش نداوي هاد الجرح. يعني رسالة من بين الرسائل اللي على قبلها انا جيت لهاد الكون هي باش انني نداوي هاد الروح من هاد الجرح، وهاد الشي ماشي عيب. المعلومات اللي غادي نعطيك في هذه السلسلة مستلهمة من كتاب Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ديال ليز بوربو، اللي هي أخصائية نفسية كندية اللي حلت آلاف الحالات ديال المعايدين ديالها باش تفهم الأنماط اللي كتعاود وكتكرر، واللي هي مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاكل اللي كانوا كيعانيوا منها. ليز بوربو وصلت لاستنتاج اللي هو أنه كاينين 5 جروح نفسية ممكن الإنسان يتعرض لهم وهو صغير بزاف، وكل جرح مرتبط بواحد القناع اللي كيلبسو الإنسان خلال الفترة اللي ما بعد الطفولة باش يحمي راسو من الألم اللي حس بيه المرة الأولى اللي تعرض فيها لداك الجرح. وفي الغالب هاد الأقنعة هي اللي كتعطلنا وكتوقفنا في حياتنا، وهي اللي كتخلينا كنعيشوا أنماط متكررة في مواقف مشابهة للموقف اللي تعرضنا ليه أول مرة ظهر فيها الجرح لما كنا أطفال. يمكن أن مفهوم الجرح ومفهوم القناع مازال ما واضحينش بالنسبة لك. هادشي علاش في الفيديو الثاني والفيديو الثالث من هذه السلسلة غادي نشرح لك هاد المفهومين باش الصورة توضح لك أكثر وتقدر تعرف شنو هو الجرح اللي عندك وشنو هو القناع اللي كتستخدمه باش تخبي هذا الجرح، وأهم حاجة هي كيفاش تداوي هذا الجرح وكيفاش تتشافى منه.